هل يسلم حزب الله سلاحه؟ تساؤلات تزداد وسط ضغوط داخلية وخارجية. لا يزال موضوع سلاح حزب الله من أكثر القضايا جدلاً في الساحة اللبنانية، ويشكل نقطة خلاف جوهرية بين مختلف الأطراف السياسية. فبينما يرى البعض أن الحزب مقاومة شرعية في وجه الاحتلال والتهديدات الإسرائيلية، يطالب آخرون بوضع سلاحه تحت سلطة الدولة تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 1701. في الآونة الأخيرة ومع تزايد الضغوط الدولية والداخلية، عاد الحديث عن ضرورة تسليم السلاح إلى الواجهة، خصوصاً في ظل الانهيار الاقتصادي والانقسام السياسي الحاد، ما يجعل الحاجة إلى سلطة موحدة أقوى من أي وقت مضى. إلا أن حزب الله لا يزال يرفض أي نقاش يصور سلاحه كأداة فوضى، مؤكداً أن سلاحه لحماية لبنان لا للسيطرة عليه. ومع أن الحوار الوطني يطرح كوسيلة لتقريب وجهات النظر، إلا أن التباعد في المواقف لا يبشر بانفراجة قريبة. ويبقى السؤال: هل يمكن تحقيق توازن بين الحاجة إلى سيادة الدولة ومتطلبات الأمن في ظل الواقع الإقليمي المعقد؟ في الوقت الراهن يبدو أن سلاح الحزب باق، لكن الضغوط مستمرة والملف لن يغيب عن طاولة النقاش.